ما هو الحل؟ نبقى نصرف الى ان يجي بعد شهر نقول ما عندنا راتب يا ناس؟ يعني نوصل ايش مستوى؟ اذا نبقى الانفاق على ما هو عليه الان. انا بصراحه خلال يمكن 10 اشهر الماضيه عده مرات تحدثت عن خطوره الوضع المالي، وقلت العراق مو ضعيف اقتصاديا او اقتصاديا، عندنا مشكله ماليه يكون نعالجها ونستطيع نعبر المرحله بنجاح اذا تعاوننا. اذا ما تعاوننا لا سمح الله نوصل الى كارثه. بعض الاخوان سواء ببرلمانيين من اصدقائنا يقولون لا تتكلم بعض هالموضوع هو يتنحسب عليك. قلت لهم بس انا واجب علي. يقول من يعلم حجه على من لا يعلم. لما انا رئيس مجلس الوزراء واخوه الوزراء ويانا في مجلس الوزراء لما مطلعين على وضع خطير يكون انصارف الناس حتى لو كان موجع. هل ممكن الطبيب اذا يعرف حاله مريضه خطيره المريض ما يريد يسمع او ما يقولوا له حتى لا يتاذى، هل يجوز له انه اصلا يمشي بعلاج طبيعي كانه لا في شيء الى ان يؤدي الى وفاته وتعتبر جريمه هاي؟ انا بصراحه اقول للاخوان كنا في مجلس الوزراء اعتبر هاي جريمه. اذا ما صارحنا الناس بحقيقه الموقف ووصل الامر، البعض يريدون يخدعونا لان عنده مصالح ثانيه، كل بعض في الاصلاحات تضررت مصالحهم.